بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو الفيديو نزل متأخر شوية عن العيد، بس عادي. هو الترمس احنا ممكن نعمله في أي وقت. هو من الحاجات المفيدة جدا والتسالي السهلة، وسهل جدا احنا نعمله في البيت، وكل الأولاد بيحبوه ومفيش حد متهيألي بيختلف عليه. فسهل جدا ان احنا هنعمله، وكمان هنعرف ان هو الانواع بتاعته. فتابعي معايا الفيديو وان شاء الله تستفيدي من الفيديو وتعمليه باسهل طريقه. مبدئيا كده احنا عندنا الترمس بيبقى نوعين. نوع اللي هو الترمس البلدي او المر. هو يعني لما تروحي تشتريه تقولي للعطار او السوبر ماركت اللي بتشتري منه انا عايزه ترمس مر او ترمس بلدي. تمام. هو الحبايه بتاعته بتكون صغيره شويه كده، وده بيبقى لونها. هو بياخد وقت شويه عبال ما اقدر اكله، لان هو بيبقى مر، فبيحتاج ان انا اغير له ميه كتير. تقريبا بياخد من 5 ايام لاسبوع. علشان كده بجيبه قبلها بفتره. يعني لو بعمله للعيد فبجيبه قبل العيد باسبوع تقريبا. لو برضو هعمله في اي يوم من ايام السنه برضو بجيبه قبل ما احب اكله باسبوع. تمام. مبدئيا كده احنا بنغسله كويس وبنحط فيه بنحطه طبعا في حله وبنملاها بالميه، ونزود الميه عن مستوى الترمس بشويه حلوين كده، لانه الترمس هيزيد شويه. علشان ما لقاهوش تاني يوم او بعد النقع الاقيه فيه منه شويه كده من فوق بيبقى مكرمشين كده، او يعني بيبقى شكلهم مش حلو، او ممكن يكونوا في السوا بعد كده مش هيبقوا حلوين، او طعمهم مش هيبقى حلو معايا. يعني يا بنات هامله الحله بالميه زي ما انتم شايفين كده. هزود الميه عن مستوى الترمس بشويه كتير يعني. وهغطيه وهسيبها لتاني يوم. لو انا نقعاه من بالليل، لو نقعاه من الصبح بغليه بالليل. تمام. المهم يتغلى فتره حلوه. بصوا، انا بعد ما نقعته الكرمشه اللي كانت فيه دي اتغيرت، ولونه كمان افتح شويه. هملاه برضو، هغير الميه بقى اللي انا كنت نقعاه فيها، مش هغليه فيها. تمام كده. هغير له الميه علشان بعد كده هغليه واحطه على النار. زي ما انتم شايفين، طريقه ما فيش ابسط ولا اسهل من كده. مش سهل خالص ان احنا نشتريه من بره يعني. لا، احنا سهل جدا ان احنا نعمله. انا كده ما حطيته على النار وزودته ميه، وهسيبه على النار. وكل ما بيبقى على النار كل ما الميه بتاعته بتقل، او ان هو ممكن يكون بيشرب الميه او الميه بتتبخر. فلازم ازوده زي ما انتم شايفين كده. ما ينفعش اسيبه يغلي والميه بتاعته قليله، لازم الميه تكون كتيره كده عليه زي ما انتم شايفين. وبتابعه طبعا كل شويه، يعني ممكن ياخد ساعه تقريبا على النار لحد ما اشوف القشره بتاعته بتطلع منه بسهوله كده بايدي زي ما انتم شايفين كده. خلاص اتاكدت ان هو استوى. الترمس طبعا كل يوم بقى، يعني الاسبوع او ال5 ايام دول بفضل اغير له الميه كتير. يعني تقريبا في اليوم 3 4 مرات اغير له الميه علشان خاطر اضمن ان هو يحلو معايا بسرعه، وما ياخدش وقت طويل. ف يعني دي نصيحه ان انا اغير له الميه كتير، ما انساهوش، ما سيبوش في الميه بتاعته مده طويله، لا بغير له الميه كتير. تمام كده. ده بقى عندي الترمس اللي هو المستورد او الترمس الحلو، ده مش بياخد غير يوم او يومين ممكن اكل منه. ده بيبقى الحبايه بتاعته كبيره شويه عن الترمس البلدي او الترمس المر. هعمله بنفس الطريقه برضو. هغسله كويس وهنقعه برضو في الميه مده برضو لا تقل عن 24 ساعه. لو من بالليل يبقى للصبح، لو من الصبح يبقى بالليل. زي ما انتم شايفين كده. واحطه برضو على النار. لما باجي برضو اسلقه بغير له الميه بتاعته اللي انا كنت نقعه فيها، وبملى الحله برضو بتاعتي بالميه وبحطه على النار. وطبعا بتابعه كل شويه، بزود له برضو الميه لان الميه بتاعته بتقل وهو على النار. وبرضو بتاكد ان الترمس بتاعي بيسيب القشره بتاعته بسهوله، فكده بضمن ان هو استوى. برضو مش بياخد اكتر من ساعه على النار، مع المتابعه طبعا، ومع ان انا كل شويه بزود له الميه بتاعته. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وبرضو يعني يستحسن برضو ان الترمس
الحلو برضو اغير له الميه بتاعته مره مرتين قبل ما ابدا اكل منه. وكده بقى جاهز معايا. وهي الترمس المر بيبقى اصغر شويه حجما من الترمس الحلو، بس تقريبا طعمهم بيبقى واحد. مش مفيش اختلاف كتير. بعد كده بقى بتبله بالملح والكمون والليمون زي ما انتم شايفين. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بنعمله في العيد، وبنعمله في الصيف، بنعمله لو طالعين مصيف، بنعمله في اي وقت. وبجد مفيش اسهل من كده. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.